الله عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناه نعيمه فاميلي. كما وعدتكم غادي نكمل معكم الاجزاء كامله السيمانه كيفاش دوزناها. مهم اللي ما فهم حتى شي حاجه يرجع الفيديوهات اللي قبل، فيهم كنشرح شنو كاين وشنو هادشي كامل وهاد التحضيرات، ومهم وعاد ترجع لهذا الفيديو. فاحنا مشاهدينا في التكميله كما قلت لكم، وغادي نبارطاجي معكم الاجواء وكيفاش وجدنا، بحكم انه ماشي شي اسبوع غير العراضه ديال الناس باش يجيو يباركوا، فضروري ما غادي نحضروا شويه ديال الاكلات وداك الشيء للضياف واللي غادي يجي يبارك، ضروري منهم. فهنا غادي نبارطاجي معكم شنو حضرنا، وداك الصابلي اللي كتشوفوا في الطبله تبارك الله ما شاء الله كيجا، وكل شيء اخوات الاخوان معايا. خليكم فرجه ممتعه وشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ما تنساش ليا غير لايك، الله يحفظك، وتعليق واشتراك في القناة. ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. ماركاري، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، جوج بيضات هكا، جوج معالق ديال الحليب غبره، قريصه ديال الملحه، نكهه الناطه، فاني، ونص خماره، 4 غرام ديال الخميره، والطحين حسب الخليط. دابا ملي غادي ندير كيلو ونص غادي ندير كاس ديال سنيده، وغادي نزيد نص كاس. غادي ندير قريصه ديال الملحه. كيفاش تيتعدل؟ قريصه ديال الملحه ضروري ومؤكد في جميع الحلويات، جميع الكيكات دائما وابدا. قريصه ديال الملحه كيف ما تنقول لكم دائما وابدا. الكيلو تندير فيه كاس ونص. سمحوا لي راني عرفتي الله الا واقفه الدرا. يعني دابا زيديني نص كاس. يكون هذا ديري فيهم جوج كيلو ونص ندير فيه جوج كيسان. الكيلو ديال الطحين كيديروا فيه زبده مارغرينا، وكاس ونص ديال السنيده، كاس ونص ديال الزيت، فاني، قريصه ديال الملحه، جوج معالق ديال الحليب غبره، نكهه الناطه اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش يديرها كتبقى غير تتعدل غير تعطي واحد النسيمه زوينه الصابلي. فاني، نص خماره، هادشي على حسب كيلو، نص خماره، والطحين حسب الخليط، وجوج بيضات. وجوج بيضات. هادو دابا عطاتكم الكيلو. سوش ليا البصيمه الله يحفظكم، راه هكا باش كتشجعوا القناه وكتبقى دائما بالجديد. جوج فانيات، كيلو ونص، فيها كيلو ونص، جوج كيسان ديال الزيت، واللي بغى يدير كيلو غير كاس ونص ديال الزيت. هانتوما دابا عندي في الكيلو كيف ما قلت لكم جوج بيضات، دابا كيلو ونص غندير 3 ديال البيضات. دابا غادي نزيد النكهه ديال الناطه، حليب غبره كيساعد على ديك التقرميشه في الصابلي، باش كتلقاو الصابلي مقرمش كتاكلوه كتلقاوه مقرمش. هذا هو السر ديالو، هو جوج معلقات ديال النيدو حليب غبره حسب الخليط. هي تبقى تخوي بشويه بشويه وهي تتعجن، دير عينها ميزانه. دابا باش غادي نخدموا الصابلي ديالنا تنشدوا بلاستيك غذائي انت وليتي ما شاء الله انا كدرت 92 تبارك الله عليكم. تنديروا ورق غذائي بلاستيك غذائي من تحت، وكنحطوا العجينه ديالنا وكنديروا بلاستيك غذائي تحت منها. ويا الخوت المدلك اللي عطياني ماما وانا ما عندي صحه، شو قداش ثقيل. لا عندك راه فيها هذا وما عجبهاش، هي باغيه هذاك المدلك باش لقات برك على العجينه شي بركات.
ايوا وغادي نبدا تنقطع الحلوه. هانتوما المتابعين الغاليين كنهدي لكم هاد الكيكه راه جايه ما شاء الله. ندير هاد الكاكاو من داخل، الكاكاو ولا الشكلاط؟ كاكا ديرها بالكاكاو من داخل. شكرا لك. ها نتوما كنبقى نهزو هكا. الطابع ها هو الزبق ديال الصابلي اللي غنلصقو من الفوق، خدمته بهذا الطابع هذا. ها هو الطابع كيتباع هذا متوفر كاع في الاسواق، متوفر. تنعمر هادو الحفيرات بالغوز وتنحمر هاد الرويص نتاع سميتو بالغوز، وما باقي كنعمرو بالشكلاط البيض. ها نتوما تنعمرو كامل بالشكلاط البيض باش نلصقو. نخليوه يبرد حيتاش غير غنقيسو غيتفرتت. غنخليه يبرد باش نحيدو من اللاطه، وغادي نزوق معكم هذا الشيء. ما داب ليا الشكلاط مع العسل، ها هو تيولي على هذا القوام. كنزيد عليه النكهه ديال الفرومبواز. نتوما شنو ما بغيتو، كان الفرومبواز، التوت، الليمون، الحامض. انا حيت عندي الغوز وانا اصلا من محبين الفرومبواز واخا ما يكونش عندي الغوز. كنخلطها هكا. بطات ريحتها زوينه. اختي عافاك شنو خلطتي مع الشكلاط الابيض؟ العسل، كاس اختي ديال العسل مع 14 شكلاطه بالضبط. كاس العسل و14 شكلاطه. هذه هي التعليكه اللي اعتمديها في كاع الصابليات ديالك. كديريهم كتلصقي به الصابلي، كتعمري به مثلا الا كان عندك الصابلي تتعمريه، بغيتي تعمري به حتى بحال بديل الكراميل كديريه. المهم هاد التعليكه كتزيدي عليها النكهات اللي بغيتي. دابا هي راه مازال مطلوقه، علاش؟ حيت مازال سخون. فاش غتبرد غتجمد، اللي دايره بحال غتجمد، غتولي صافي معلكه، غتولي تتهزيها هكا معلكه. فاش كتعطي الصابلي ديالك كيعطيك ديك التعليك. دابا هذا بغيتو نسق به خصني نسخنو. جيبي لها تجي قدام شويه. التعليكه ديال الصابلي هذه اللي كتلصق بها الصابلي. تيكون انتهى الفيديو ديال تحضير الصابلي. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تخليو لي لايك وتعليق في الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله غيكون حلقه خاصه بتحضير المعلكه. ما بغيتش نخلطهم لكم بجوج باش ما يجيش الفيديو طويل، خليت كل عنوان بعنوانه. وهكا كنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.